ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايه لكم بقى بطريقه كده للفراخ مكرمله تحفه زي الفل. اما تتاكل مع الرز البسمتي او انها تتاكل بالعيش، يعني زي ما تحبوا تاكلوها ازاي. نبعد بقى شويه عن الفراخ المسلوقه التقليديه، الفراخ اللي بتتشوي في الفرن بتاخد وقت كبير ودبكه مننا على الفاضي. بجد صدقوني الطريقه دي ما بتاخدش اقل من نص ساعه من بدايه ما ببتدي فيها عمايل. اول حاجه بجيب طاسه بحطها على النار، احط فيها معلقه زبده كبيره تسيح. بعد كده بكون طبعا غاسله الفراخ بتاعتي ونقعها كويس قوي، وابتدي انزل بيها في الطاسه عشان تاخد صدمه كده ولون ذهبي جميل اللي احنا هنشوفه دلوقتي. ببتدي بقى اقلب فيها من جنب للتاني كده، كل جنب حوالي يعني 3 قلبات تقريبا، لحد ما احس ان هي بدات تبقى نص سوا. مهم قوي هنا الخطوه دي عشان اخلي كل التكتلات بتاعه الدم بتاعتها تنتهي تماما. بعد كده ببتدي اشيلها من الطاسه واحطها كده على جنب عشان ابتدي انزل بالخضار بتاعي. هكون بقى هنا مخرطه بصلتين كده طرنشات على جنب، ابتدي انزل بيهم يتشوحوا كده تشويحه بسيطه. يا دوبك بس مجرد ما لونهم يبتدي يصفر ابتدي انزل عليهم بجزرتين مبشورين، اشوحهم برضو كده تشويحه مع بعض. واكون برضو مجهزه باقي الخضار، معايا فلفل. ان شاء الله كل المقادير دي انزلها لكم في صندوق الوصف بالكميات بتاعتها. اديهم برضو كده تشويحه بسيطه، واكون مجهزه حوالي قرنين شطه بقى، سواء بتحبوها حاره او بارده براحتكم جدا. كل ده بيتشوح كده مع بعضيه. كمان معايا 4 فصوص توم كده كبار بالحجم اللي انتم شايفينه، اقطع كده مكعبات بسيطه، اللي حابب يفرمه يفرمه، اللي حابب يقطعه كده براحته برضو. كده كده الاتنين بيدونا نفس النتيجه. ابتدي بقى هنا كمان ارجع تاني من اول وجديد بالفراخ عشان تكمل السوا بتاعها. هكون كمان مجهزه على جنب شويه التوابل بتاعتي، عباره عن ملح كركم كاري بابريكا فلفل اسود كمون، مكعب شوربة دجاج. اي حاجة طبعا موجودة عندنا ممكن نعملها، ممكن برضو نستغنى عن كل الحاجات دي ونكتفي بس بالفلفل الاسود والكمون. هبتدي بقى كمان انزل هنا بكوباية مية كبيرة زي ما كده شايفين عشان تكمل السوا بتاعتنا بقى وتدينا الصوص التحفة اللي احنا كنا نازلين فيه على الرز البسمتي في النهاية، يعني في بداية الفيديو. ان شاء الله نشوفه كمان في نهاية الفيديو. خلاص بقى كده هسيبها كده حوالي يعني ربع ساعة. كل الهيصة دي اخدت حوالي نص ساعة تقريبا من بداية ما عملنا. خلاص كده كانت استوت تماما تماما، لاني طبعا زي ما احنا عارفين ان الفراخ اصلا ما بتاخدش وقت في السوا. حرفيا الصوص بتاعها كان خطير، ودي كانت اول مرة عملتها واكلناها بالعيش. تاني مرة عملت جنبيها رز بسمتي، حرفيا في المرتين كانت خطيرة وعجبت الاولاد جدا. ان شاء الله تجربوا الطريقة دي وتعتمدوها، او اللي هو تجديد بقى، تجديد بدل الفراخ المسلوقة والحاجات اللي احنا بنعملها. يا رب الفيديو يكون عجبكم. مع السلامة.